هذه الإعلامية باختصار، لو أقدر أختصرها في كلمتين أقول خديجة بنت الكيان الصهيوني. خديجة بن قنة تعد من أوائل من التحقوا بالعمل في قناة الجزيرة فور تأسيسها عام 1996. قضت هناك أكثر من 21 عاما حتى الآن، تقدم البرامج الحوارية وتقوم بالتغطيات المتنوعة. قدمت برامج سياسية مثل ما وراء الخبر، ودينية مثل الشريعة والحياة، واجتماعية مثل للنساء فقط. توجهت عام 1989 للسفارة الصهيونية في لندن، وطلبت اللقاء بمسؤولين صهاينة في تل أبيب لتقديم معلومات لهم في غاية الأهمية، ووافق الكيان الصهيوني على طلبها، وتم استخدامها لتل أبيب على وجه السرعة. تربطها علاقة وثيقة بضباط كبار في الموساد، حيث تحتضنها الحكومات الصهيونية المتتابعة، وآخرها حكومة نتنياهو بوصية من شارون الذي اعتبر بن قنة ابنة إسرائيل الوفية. تحظى خديجة بامتيازات لا تمنح إلا للإسرائيليين، حتى باتت الإعلامية العربية الأولى التي يسمح لها بدخول فلسطين المحتلة في أي وقت، وتم منحها الإقامة الدائمة في إسرائيل، كما ترك لها شارون شقة فارهة في يافا. وتعتبر بن قنة المسؤولة عن كافة أخبار شبكة الجزيرة المتعلقة بالكيان الصهيوني، ومنسقة العلاقات بين القناة والمسؤولين الصهاينة، وتوضع بين أيديها كافة الانفرادات الإعلامية الصهيونية لصالح قناة الجزيرة القطرية، إضافة إلى نشاطها الخفي في عدة جمعيات خيرية تهدف لجمع الأموال لدعم العصابات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وليبيا لتنفيذ المخططات الصهيونية. ذكرت صحيفة التايمز أن خديجة كانت تحرص على التقرب من الشخصيات المصرية والسورية واللبنانية، وأنها جمعت معلومات لم تعتبرها المخابرات الفرنسية ذات أهمية، فقررت بن قنة الانتقال من العمالة لصالح فرنسا إلى الموساد. تحظى خديجة بن قنة بعلاقات مقربة بالشيخة موزة بنت ناصر زوجة حاكم قطر، كما أعلنت صداقتها وقربها من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وتضامنها مع مواقفها السياسية التي كان من أشهرها تقسيم اليمن. ولا زالت مذيعة الجزيرة الابنة المدللة لشارون والكيان الصهيوني منذ عملها في القناة القطرية تعمل على إشعال وتغذية الفتنة الطائفية في البلدان العربية. يعني واحدة بترتمي في أحضان الصهاينة، واحنا ما بنألفش قدامكم بالصور. واحدة بتتبنى أجندة صهيونية طوال مسيرتها الإعلامية. واحدة بتنتقل من كانت متبرجة إلى لبس الحجاب لإرضاء الأمير القطري السابق حمد، بتحمل أجندة، بتحمل لغة، بتحمل مفردات صهيونية الهوى والهوية. هسميها إعلامية. يعني هل خديجة بن قنة إعلامية؟ يعني هل توصف بأنها إعلامية مهنية، أم أنها مشروع إرهابي تحمل أفكار إرهابية، أفكار صهيونية، أفكار مسمومة؟